ده من اكثر المقاييس اللي نحن برضه قاعدين نستخدمها عندنا في الخرائط الكنتوريه عشان الفاصله العشريه دي. يلا انت بعد ده قيس 2 ونص، 1 ونص، 4 ونص، 5 ونص، اي مقياس، اي حاجه فيها كسر بنفس الكيفيه. انا ما علي الا عشان احوله من مباشر لنسبي وكسري هنضربه في كم؟ 100,000. 100,000 بالطريقه دي. يلا خلي بالك المره دي انت لما تجي تضرب بتكون حريص عندك فاصله شنو؟ عشريه. ونحن يا جماعه في العمليات الحسابيه العاديه معروف انه الفاصله العشريه تتحرك مع منو؟ مع منو؟ مع الصفر. بالطريقه دي بنشيل صفر في عمليه الضرب. اذا باقي كم صفر؟ 4 اصفار. انا معناه انا عندي دي ال 25 وقدامها 4 اصفار بتتقري كم؟ 250,000. بتتقري 250,000. اذا نسبي بقول له الى، وكسري بقول له على، وبنفس الكيفيه لا يكتب تمييز. بعد ده انا بفتكر انت فهمت الطريقه دي على ضوء اطبق في اي مقياس. سنتيمتر يمثل 3 5 7 10 اي رقم. دي القاعده بتاعتك اللي انت هتشتغل بيها. عشان اوريك الطريقه دي عكس هقول لك ثانيا اللي هي قبيل انا قلت لك الطرق دي لو جيت لاحظتها عكس بعض. المره دي حاجي اقول لك الطريقه انا بسميها طريقه التحويل. خلي بالك طريقه التحويل من حيكون بيان منه نسبي او منه دايرين نرجعه للصوره بتاعت قبيل منه مباشر. يبقى براك انت لو جيت لاحظتها الطريقه دي عكس الطريقه دي، عكس بعض. وعليه طالما هي عكس بعض انا طوالي شوف القاعده، انت شوف مقياسك الاداك له والقاعده بتاعتك كالاتي. يبقى انا ما علي الا اتذكر ان في هذه الحاله بدل مما نضرب حنعمل شنو؟ نقسم. وبالتأكيد قبيل ضربنا في 100,000 هنقسم على كم؟ 100,000. 100,000 دي بقت ثابتة، نقسم على 100,000 وقلنا فيها 5 أصفار. إذا أنا طوالي حطبق لك في مثالين بس، وعلى ضوء أنت تقدر تتابع. أنا حقول لك شوف الأمثلة، مثال من بين الأمثلة. ولو جيت أخذت مثال ألف يديني مقياس يكون هو بياني. شوف خلي بالك ممكن يدينا مقياس زي ده يقول لك والله 1 إلى 500,000 400 300 600 مليون أي رقم أنا عندي بالطريقة دي. يبقى القاعدة طوالي قالت شنو نقسم. أنا المقياس ده حاجة أقسمه على كم؟ 100,000. عندي الأصفار ال5 أصفار مع ال5 أصفار بتاعت وبنفس الطريقة يبقى معناها إذا كل 1 سنتيمتر بيمثل كم؟ 5. التمييز حيكون شنو؟ كيلومتر. القريبة الفاتت كان المقياس هو بهذه الصورة. يلا عشان أوريك أصله ما في أي فرق. جايبة مليون ومليون ياها 6 أصفار. أنا بالنسبة لي ما فرقت، نفس قاعدتي حاقسم على كم؟ 100,000. أنت لما تجي هنا حتشيل كم صفر؟ 5 وفوق حتشيل كم؟ 5 الباقي كم؟ يلا 10. خلاص أنا بعد ده دايرك أنت 1 سنتيمتر يمثل 10 كيلومتر وهكذا. تابع لي بنفس الكيفية. يلا حأجي أغير لك إذا كان أدانا غير كده. شوف المرة دي أنا حعكس، نفترض أنه أداني له كسري أي رقم من الأرقام دي وأنا حخلي لك بالطريقة دي. شوف 150,000 1 على، لأنه أنا بقول بياني نسبي أو كسري معناه ما برضه نفس الفكرة. ما علي إلا دي. في ناس بيقول لك تقسمها لو جيت لاحظت دي على 100,000. أنا بالنسبة لي سهلة جدا والتطبيق عليها برضه سهل. فوق عندي كم صفر؟ 4 أصفار. بشيل تحت كم؟ 4. فوق فضلت 15
تحت كم؟ بقسمها دي على 5 في الكم، وعدي على 5 في الكم. ما بكتبها ل 3/2، 3/2 لازم اختصرها. بقول له اذا 3/2 بتساوي كم؟ ممتاز، 1.5. يلا خلي بالك، انا 1.5 دي انت بعد ده حر، ممكن تكتبها لي بالطريقه دي 1.5. طيب في طالب يقول لي يا استاذ انا لو كتبتها كده، بقول له اكتبها 1/2 اللي هي 1.5، وانت براك شوف اذا الاثنين مالهم ما في فرق، بس الاختلاف في طريقه الكتابه، بطريقه الفاصله العشريه النسبه، وهنا بطريقه الكسر. اذا بعد ده انا بالنسبه لي دي طريقتين عكس بعض ومهمات، وارجع لاي امتحان شهاده بتلقى طوالي ما صوره او ما نوع مقياس الرسم يقول لك حول. بعدين برضه دار اذكرك حاجه في درس الاستشعار عن بعد، وبالذات في الدرس بتاع مقياس الصوره الجويه، مرات بيقول لي يديك مقياس الناي واوجد مقياس الصوره، يجي السؤال الف، السؤال باء، يقول لك حول مقياس رسم الخريطه الى كده.